تعليق محمد أبو تريكة على تصريحات أحمد حسام ميدو ضد النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو وكل ما يحدث، حيث قال أبو تريكة: كابتن ميدو مش عارف يبرر الفشل في التجديد لزيزو بعد تصريح الشيكات المفتوحة وبعد البوست التاريخي اللي كتبه عن عظمة زيزو ووالده، فطلع بيقول في أندية ممكن تعيش 50 سنة تبني في مبادئ وتضيعها في سنة أو اتنين. بحاول أفهم هو إيه علاقة الموضوع بالمبادئ؟ هو لما لاعب بيبقى هو الأعلى قيمة تسويقية داخل القارة وناديه ما بيقدرش يجدد ليه، وكمان بيضيع 6 مليون دولار عرض من نيوم وبيسيبه يبقى فري عشان أي نادي معدي يقدر يضمه ببلاش، يبقى ضم لاعب بالقيمة التسويقية دي مخالف للمبادئ؟ كابتن صالح سليم أخذ رضا عبد العال من الزمالك في صفقة كانت مستحيلة وقتها، ولما جت الفرصة ما فوتهاش. كابتن حسن حمدي ضم معتز إينو من الزمالك في صفقة كانت صعبة ومش متوقعة وضم طارق السعيد ومحمد صديق، وهو لما طلع أمير توفيق في مداخلة في يوم من الأيام وقال الأهلي مش هيضم زيزو حفاظا على استقرار الزمالك، كان إيه رد الفعل بعدها؟ أسوأ بيان في التاريخ أي نادي ضد الأهلي تم وصفه فيه بالصغار والعوام والسوقة. مبادئ الأهلي مش معناها إن الأهلي بيبقى مثالي مع من لا يستحق